النهاردة هنعمل مع بعض طريقة تفريز الفراخ البانيه. هعملها بطريقة سهلة خالص. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو، وعايزاكم تفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبتدي. أنا جبت بقى كيلو من البانيه، طبعا غسلته كويس بالملح والخل والليمون ونقعته كده زي ربع ساعة، وبعدين شطفته كويس. يلا بقى نحط التوابل بتاعتنا. أنا حطيت رشة ملح، رشة فلفل أسمر. طبعا كل واحد يقدر يحط التوابل اللي هو بيحبها، بس التوابل دي هتخلي البانيه في حتة تانية. وحطيت رشة من البابريكا، ممكن لو حد بيحبه حراق شوية ممكن يحط رشة بسيطة من الشطة، بس أنا يعني ايه قلت كفاية رشة من البابريكا وخلاص. وحطيت رشة من الثوم البودر، ورشة من البصل البودر. ممكن بقى تحطوا روزماري، ممكن تحطوا زعتر، يعني اي حاجة انتوا بتحبوها من التوابل حطوها براحتكم. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي هتوفر عليكم وقت رهيب في المطبخ. وحطيت كده معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وطبعا كان عندي مستردة، فطبعا طعم المستردة مع الفراخ البانيه بتضيف لها طعم فظيع. دي طبعا اختيارية، بس لو عندكم حطوها هتفرق جدا جدا في الطعم. حطيت كده برضو رشة، وقمت جبت زبداية وهحطها. الزبادي مهمة جدا جدا ان احنا نحطها مع الفراخ البانيه، هي اللي بتطريها. لو ما عندكمش زبادي ممكن تحطوا ربع كوباية من اللبن وتحطوا عليها معلقتين خل كبار، ده او ده. بس اهم حاجة ان احنا لازم نحط يا زبادي يا لبن، لان لو ما حطيناش هتلاقوا ان الفراخ بقت ناشفة كده، ومش هتبقى، ممكن ما تلاقوهاش كمان مستوية قوي. فالخطوة دي مهمة جدا. وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض وادعكهم كويس. الطريقة دي بقى ما اقولكمش قد ايه هي بتوفر عليا وقفة في المطبخ كتير جدا. يعني لو انتي بتشتغلي، حتى لو انتي مش بتشتغلي، يعني لو انتي مثلا مكسلة او ملكيش مزاج ان انتي تعملي اكل النهاردة، مجرد بس ان انتي تطلعيهم من الفريزر ما بتاخدش 5 دقايق حرفيا على النار، ويعني بتبقى اكلة جاهزة وطعمها حلو ولذيذة، وكل كمان الاطفال بتحبها. وفي نفس الوقت هي مفيدة، يعني احسن مثلا ما نجيب فراخ جاهزة من بره. هبتدي بقى ان انا ادعكهم كده كويس جدا، بحيث ان عايزة كل التوابل تختلط بالبانيه بكل كمية البانيه بتاعتي. وطبعا بقى انا بحطها في التلاجة، ما بيكون عندي وقت مثلا اعملها من بالليل واحطها في التلاجة ليلة كاملة. طبعا الخطوة دي بتفرق جدا، لان بتبقى يعني كل التوابل كده دخلت في البانيه. لو ما عنديش وقت يعني على الاقل مثلا بقوم حطها كده ساعتين، بس حاولوا ان انتوا تحطوها ليلة كاملة في التلاجة. يلا بينا بقى نجهز التتبيلة بقى التانية اللي هتغطي البانيه من بره. انا حطيت كده 4 معالق من الدقيق، وجبت كيس فيجيتار من كنور. انا طبعا بحب الحاجة حراقة شوية، فقمت جبت فيجيتار حار. ممكن في منه فيجيتار بس مش حار، ممكن برضو تستعملوه. انا بقى بحب اعمل التغطية بتاعت البانيه دي بطريقة سهلة خالص، يعني ما بحبش الصراحة ان انا اعقد نفسي يعني. هتشوفوا دلوقتي انا هعملها ازاي. وحطيت عليها 4 معالق من البقسماط. انا ما باجي احط الدقيق والبقسماط والفيجيتار مش بحب ان انا احط كمية كبيرة جدا عشان خاطر ما تتبقاش مني. ببتدي ان انا احط كده يعني 4 معالق من الدقيق، 4 معالق من البقسماط عشان ما يبقوش كتير. ولو احتجت بزود بقى، بزود مثلا معلقة من الدقيق على معلقة من البقسماط عشان خاطر ما يترميش. ولو فاض منكم كتير ما ترموهوش برضو، ممكن تنخلوه وتحطوه كده في برطمان في التلاجة، وبعدين تبقوا تستعملوه بعدين بدل ما ترموه يعني. بس انا بعمل كده واحده واحده عشان خاطر ما يتبقاش مني خالص. ببتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض. هسيب لكم كده كده المقادير كلها تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش تعملوا فولو الاكونت بتاع الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو.
وعايزاكم كمان تكتبولي في الكومنتس اما تجربوا الطريقة عجبتكم ولا لأ، ولو في حاجة انتوا عايزيني اعملها لكم اكتبولي برضو تحت في الكومنتس. طلعت بقى ايه البانيه بتاعي من التلاجة. في خطوة بقى انا نسيت اعملها في الاول، انا عايزاكم تعملوها في الاول يعني وانتوا بتحطوا التوابل، بس انا نسيتها فافتكرتها دلوقتي فهعملها، فعادي مش مهم، بس انتوا اعملوها في الاول. هجيب بضاية وهفقشها بقى ايه مع البانيه، وهبتدي برضو ان انا ادعكها كويس جدا وهخلي البانيه كله يختلط بيها. انا عارفة بقى ان الطريقة التقليدية اللي تقريبا كل الناس بتعملها انها بتجيب طبق بتحط فيه دقيق، وبعدين طبق بتحط فيه بيض، وبعدين طبق بتحط فيه بقسماط. بس انا الصراحة الطريقة دي يعني اما عملتها وبعمل انا الطريقة دي لقيت ان هما الاتنين بيدوني في الاخر نفس النتيجة ونفس الطعم، بل بالعكس دي اسهل طبعا. انا الطريقة التانية دي بتعقدني في البانيه، بحس ان هو وصفة صعبة بالنسبة لي مش عارفة ليه، بس الطريقة دي بتبقى سهلة جدا جدا جدا. وهجيب بقى طبق فل وهفرش فيه اكياس التلاجة بقى. انا قسمت كده كيس التلاجة بتاعي بالنص وقمت ايه حطيت منه اول واحدة، وانا بقى بغطي الفراخ البانيه بتاعتي بالدقيق والفيجيتار والبقسماط، بقوم حطها بقى في الطبق وبحط بين كل طبقة وطبقة كيس. هتشوفوا دلوقتي هعمل ازاي. جبت اول واحدة كده وهحاول ان انا اغطيها بكل، بصوا انا مش عايزة حتة تبقى باينة خالص من اللحم بتاع الفراخ البانيه، عايزاها كلها تبقى متغطية بالدقيق والبقسماط والفيجيتار، وانا كمان بغطيها بضغط عليها كده بايدي عشان خاطر الفيجيتار والبقسماط والدقيق يثبتوا في الفراخ. بصوا شفتوا بضغط عليها ازاي عشان خاطر تلزق فيها. طريقتها سهلة جدا وبتسهل علينا وقت كتير جدا وبتوفر وقت وبتسهل علينا وقفة المطبخ بطريقة فظيعة. حطيت كده اول واحدة، هعمل معاكم كده ايه واحدة كمان عشان خاطر تشوفوني بعملها ازاي. بصوا بغطيها بكل دي، مش عايزة اسيب اي حتة باينة خالص من الفراخ، وبضغط عليها كده عشان خاطر تلزق. بس بقوم بقى ايه حطاها جنبها. انا ما ينفعش ان انا افضل زي ما قلت لكم، ما ينفعش ان انا احط كل كمية الفراخ البانيه فوق بعضها، لو انا دخلتها في الفريزر وهي كده حطيت كلهم فوق بعضها من غير ما افصل ما بينهم في كيسة ولا كأننا عملنا اي حاجة من اللي احنا عملناها دي، هتلاقوا الفراخ اتقطعت وعجنت ومش هتبقى فراخ بانيه خالص يعني، هتبقى غريبة، هتبقى كفتة تقريبا. فزي ما قلت لكم تحطوا بين كل طبقة وطبقة كيس تلاجة، هتلاقي نفسك ان انتي بتحطيها في الفريزر او بتحطيها في الديب الفريزر، وهتلاقيها بتطلعيها بالظبط على القلي. محدش يطلعها قبلها بفترة يقولك عشان خاطر تفك وكده، لا محدش يطلعها قبلها بفترة، وقت ما تيجي هتقلي بالظبط هتشغلي الزيت، تقومي مطلعه الفراخ من الفريزر وتحطيها زي ما هي كده وهي متجمدة. انا كده بقى هنا ايه خلصت كل الكمية بتاعتي، حطيت بين كل طبقة فراخ والتانية حطيت ورق التلاجة. الكمية دي يعني هي كيلو، وفرت معايا وقت كتير جدا جدا جدا. بصوا طريقتها سهلة ازاي،
وكمان لو عندك عزومة هتوفر عليكي وقفة المطبخ، لأن الخطوة دي بتاخد مننا يعتبر برضو وقت، يعني هي سهلة بس في نفس الوقت برضو بتاخد مننا وقت، فليه ان احنا نقعد نضيع الوقت ده كله، خصوصا كمان لو عندنا عزومة. فلأ بلاش، اعملوا الطريقة دي وحطوها في الفريزر، ولو عايزين تعملوا أكتر كمان اعملوا أكتر زي ما تحبوا، هي هتبقى مريحة جدًا، جدًا، جدًا. وإن شاء الله كمان الفترة الجاية هاعمل لكم تفريزات تانية لحاجات تانية أكتر، بس أنا قُلت كده أبتدي بحاجة سهلة وبسيطة وكل الناس بتحبها، وفي ناس كتيرة جدًا طلبتها مني. وطبعًا قُمت دخّلتها كده جوّه كيس كامل، وهاقفلها كويس جدًا. بُصّوا، يعني أنتم مش متخيلين أنا أمّا عملت كده كنت مبسوطة قد إيه، لإن بعد كده أمّا طلّعتها واستعملتها حسيت براحة رهيبة، إن أنا مخلّصة كده حاجتي ومضبّطاها وما وقفتش في المطبخ كتير، وكمان عايزاكم تعملوا كده، إن إحنا داخلين على صيف ووقفة المطبخ بتبقى صعبة أوي، وبالهنا والشفا، باي باي.